ما زلنا ديما متواصلين معكم مستمعينا في كل مكان، وما زلنا متواصلين مع فقراتنا ومحطاتنا الصباحية المباشرة. 8:30 على موجات إذاعة الجزائر من تبسة. تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذن وما زلنا مع لقائنا الصباحي. اليوم لقاءنا الصباحي راح يجمعنا مع الموهبة الكروية كمال حجاج مع البقرة. لاعب شاب أتم حديثا عمره 20 يمارس كرة القدم بمهارة وإحساس كبيرين، يلعب بذكاء بين الخطوط وهو قوي جدا عندما تكون الكرة بحوزته، كما أنه يملك حاسة تهديفية قوية. بدأ مسيرته الكروية في سن 12 عندما اكتشفه المدرب المحلي سحل مختار المعروف باسم الزعيم. برنامج لقاء الصباح عبر أثير إذاعة تبسة من خلال حوار على عجل مع هذه الموهبة سيكشف للمدربين والفرق المحلية بتبسة خبايا هذا اللاعب الشاب كمال حجاج. في البداية نرحب به ضيفا خفيف الظل في هذا البرنامج الصباحي. مرحبا بكم. مرحبا، سعيد بأني نكون ضيف على برنامج لقاء الصباح. صباحكم سعيد إن شاء الله. للذين لا يعرفون كمال حجاج سنطرح هذا السؤال: من يكون كمال حجاج؟ كمال حجاج هو لاعب كرة قدم، ولد سنة 2000، طالب سنة 2000، طالب جامعي، شعبة لغة فرنسية بجامعة العربي التبسي، سنة ثانية ليسانس، لاعب كرة قدم. كيف كانت بدايتك مع ممارسة كرة القدم؟ بديت ممارسة كرة القدم في سن 12. اتصلت بالملعب البلدي بالشريعة، عثماني عبد القادر. درنا كما نقولوا تيست عند لونترينير، وشاف فيا يعني الامكانيات يعني اللي انه تخليني اني نلعب وكل لاعب مستقبلي، واستقبلني والحمد لله. من شجعك على تطوير مهاراتك الكروية؟ اللي شجعني على يعني تطوير مهاراتي الكروية يعني هو المدرب سيف الهريسي بتبسة، لاني انا لعبت عامي بنجامة الشريعة وميني وكادي وجينيور، لعبتها في تبسة مع فريق وفاق تبسة. هل كان لأحد الأبوين دور في هذا التشجيع؟ نعم، هما يعني الاثنين عندهم دور، بس كان لهم دور في هذا التشجيع. هو بس الأب أكثر، هو اللي من يعني كي أنا صغير يعني مني صغير حتى لي بالون عرفني فيها، هو يشري لي فيها وهو صغير، يدي فيه الاستاد معاه نتفرج، يشري ينعت لي في لي ماتش في الدار نتفرج معاه. هو اللي دفعني اني نروح ندير التيست تاعي الاول مع لي بنجاما، هو اللي سقسى لي يعني على الموعد، هو اللي عاوني يعني الاب اكثر. بس الام كانت يعني مو في الايامات المؤخره، يعني بدت صغير تقول لي القرايه. كمال، أين صقلت موهبتكم في ممارسة المستديرة؟ في مدينة الشريعة. بديت بممارستها في المدينة مع فريق نجم الشريعة أصاغر، وقلت لكم بديت بعد الأصاغر طلعت مع وفاق تبس، كما نقولوا ميني لعبتها في الشريعة، وكادي لعبتها في كادي جينيور في تبس مع الفريق وفاق تبس. وثم يعني طورت الموهبة تاعي مع المدرب كما قلت لك سيف الهريسي، ولعبت جينيور من عام جينيور مع لي سينيور، درت معاهم تجربة يعني صغيرة ماشي كبيرة وفقط. لأي الفرق المحلية تود اللعب إن توفرت لكم الفرصة؟ وفاق سطيف يعني ملي صغير نتفرج يعني فهي كاينة المولودية، يعني كاينة الناس الكل تحب المولودية الجزائر واتحاد العاصمة، بس أنا ملي صغير تحب وفاق سطيف، نحب نتفرج عليه. إن شاء الله تتيح لي الفرصة في المستقبل أني أكون لاعب في وفاق سطيف. كمال، ما هو اللاعب القدوة لكم محليا طبعا، وطنيا وعالميا؟ اللاعب المحلي هو نقول ابن مدينتي، يعني ابن مدينة الشريعة، حمزة ربيع، يلعب في أولمبي المندية في البطولة الوطنية الآن. واللاعب وطنيا يعني لاعبنا النجم تاع فخر كما نقولوا نحن، فخر الجزائر وفخر العرب، تاع رياض محرز. وعالميا هو كريستيانو رونالدو، يعني هو
لأنه هو أسطورة كرة القدم بالنسبة للعالم واللي أنا. كمال، هل أثرت ممارسة كرة القدم على حياتكم الدراسية إيجابيا أو سلبيا؟ في بعض الأحيان إيجابيا وفي بعض الأحيان يعني كيما في سلبيا. كيما كي كنت صغير يعني نحنا كيما نونطرينو على 4:30 تاع العشو، يعني تكمل تقرا وتزيد تروح تدرب وتزيد ترجع تزيد تقرا، يقولك لازمك تقرا وكذا، ثم تعبك شوية تولي تروح نحكي فيه تبسة يعني هذا فاش أما من بعد مع الكبر يعني مع والجامعة أوقاتها شوية مشي مزيرة كيما في الثانوية والمتوسط، يعني من صعب تقول في الجانب السلبي ما أثرتش ياسر، يعني قدرت نحافظ على الدراسة تاعي والحمد لله. كيف تقيمون مستوى كرة القدم في الجزائر؟ مستوى متوسط في الأوقات الأخيرة، يعني في المدة الأخيرة المستوى متوسط في كرة القدم الجزائرية، يعني ماهيش كانت كيما بيك شوية، يعني أنا لحقت بها نقولوا من 2011 12 بديت نعرف يعني البالون قد يعني نتبع داك، ثم كانت شوية العوام الأخرى مستوى يعني متوسط درجة كبيرة، تراجع مستواك يعني تراجع بطريقة كبيرة يعني. إن شاء الله الأسباب يعني في رأيك؟ أسباب ممكن من المسؤولين، يعني عدم المسؤولين وعدم الاهتمام باللاعبين، ويعني وكيف يعني تقدر حتى المدربين يكون عندهم دور تاع الفرق، إنه اللاعب يكون المدرب لازم يهتم باللاعب تاعو في كيما نقولوا في الميدان وخارج الميدان، وإن شاء الله نشوفوا المستوى يتقدم يعني مرة أخرى. كمال، سؤال تمنيت لو طرحته عليك ولم أفعل. يعني تمنيت لو تسقسيني علاش أنت درك ما عندكش فريق يعني في الساعة هذه مع من تلعب، كنت إني نقول لك ما كانش يعني نحنا في تبس، أنا ما عنديش فريق درك في تبس، يعني ما عندناش اللي يهتموا بالفئات الشبانية، ما كانش حتى لو كانت يعني كنا جينيور ولا كادي ولا مينيم، حتى كي نديرو ديبلاسو ما ديبلاسي تلعب ديبلاسي مثال بلاصة بعيدة، لازمك انه اللاعب انه لازم يروح يبيت ويرتاح وكذا ونوض الصباح يلعب، بالعكس نحنا نروحو نبكرو الصباح نلعبو ونعاودو ندوشو نتغدو ثم ونعاودو نرجعو كيما نقولو زيد نروحو نقرو العشوة، ما كانش اهتمام كبير يعني، وفرق يعني تعبانة يعني من المسؤولين حتى اللي كاين لاعبين اصلا، يعني ما كانش لعب متكامل، وان شاء الله يعني ان نكونوا نلقوا فريق، يعني يسهل ربي ونلقوا فريق ونتقدموا فيه يعني في المستوى مع ديما الناس يعرفوا. نأتي الآن على نهاية هذا الحوار الشيق مع هذه الموهبة. كمال، ماذا تمثل لكم هذه الكلمات باختصار؟ الفريق الوطني، كأس أفريقيا 2021-2022 وكأس العالم. الفريق الوطني يعني فريق القلب والروح، ديما نشجعوا فيه سواء كان في مستوى جيد ولا في مستوى غير جيد، يعني هو ديما الفريق اللي يبقى في داخلنا نشجعوه، وإن شاء الله نتمنى أني نكون لاعب الفريق الوطني ونمثل الفريق تاعي بكل يعني بوش عندي من إمكانيات، إن شاء الله كأس إفريقيا إن شاء الله نجمة ثالثة للفريق الوطني مع بالماضي، لأنه هو اللي رجع يعني هيبة الفريق الوطني ورجع له اسمه في العالم وفي إفريقيا وعالميا. كأس العالم إن شاء الله نتأهلوا كأس العالم ونوصلوا لأكثر الأدوار ونحققوا نتائج جيدة. شكرا كمال. إذن على وقع هذه الكلمات نأتي على نهاية هذا الحوار القصير مع هذه الموهبة الكروية. إلى اللقاء في لقاءات قادمة إن شاء الله.